أسباب سقوط الشعر خارجية وداخلية، كلهم 12 سبب. الأسباب الخارجية 3. أول حاجة انسداد بصيلات الشعر أو انسداد فروة الراس، ودي من الأسباب الرئيسية لسقوط الشعر. تاني سبب إفرازات الجسم عن طريق فروة الراس، ودي اللي بتسبب القشرة، والقشرة نوعين بس الأصعب القشرة الدهنية. تالت سبب شد الشعر، وده مش معناه الخناقة، لا ده معناه التسريح الغلط، وبالذات اللي الأمهات بتعمله مع الأطفال، بتقعد تسرح وتلم الشعر في الآخر. ده بيعمل نوع من أنواع الصلع اسمه تراكشنال ألوبيشيا، وده موجود في الأطفال. وبعد كده بنيجي نقول عندهم فراغات في الشعر وهم عندهم 3 و4 و5 سنين. الأسباب الداخلية 9 أسباب، من أهمهم أول واحد الضغط النفسي، وده طبعا موجود عند الستات أكتر من الرجالة. وعلى فكرة دي دراسة اتعملت إن سقوط الشعر بنسبة 80% عند الستات أكتر بسبب الضغط النفسي. تاني حاجة أمراض الغدة، ودي منتشرة للأسف عند ناس كتير. تالت سبب الأندروجينيك ألوبيشيا اللي هو الأسباب الوراثية اللي هو الصلع الوراثي. رابع سبب الولادة، فده معناه ان خامس سبب اللي هو لخبطة الهرمونات. الاتنين مش واحد على فكرة، لان الولادة بتبقى لخبطة هرمونات، ولخبطة الهرمونات لوحدها بتيجي للستات بسبب موانع الحمل وحاجات كتير. سادس سبب الدايت، وده يا جماعة لازم نخلي بالنا منه، لان الدايت المش متوازن بيعمل سقوط في الشعر، وده هنتكلم فيه كتير جدا. لان الناس بتعمل دايت وبعد كده تيجي تقول انا شعري بيسقط ومش عارفة ليه، وده بيبقى بسبب الدايت الغير متوازن، عشان الناس فاكرة انها لما بتقطع اكل هي كده هتخس، بس للأسف هي بتخس جسم وشعر. سابع سبب اللي هو نقص الحديد، وده من أهم الأسباب من ال9 الداخلية. ليه؟ لأن الأنيميا من الأسباب المهمة جدا 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 لسقوط الشعر. يعني إيه أنيميا؟ يعني الأكسجين أصلا ما بيوصلش لبصيلة الراس، عشان الحديد من مهمته إنه يشيل الأكسجين يوديه لبصيلة الشعر. ده حاجة، ده لسه ليه وظائف كتير جدا. تامن سبب وده الفيتامين دي اللي هو الفيتامين د، وده بناخده عن طريق حاجتين، يا أشعة الشمس أو الإقراص. طبعا لو الشمس يا إلا قبل الساعة 10 الصبح أو بعد الساعة 4 العصر، أو عن طريق الإقراص. وطبعا لو هنستخدم الإقراص في الفيتامين دي لازم استشارة طبيب أو استشارة صيدلي، علشان الجرعات الزايدة من الفيتامين دي بتعمل تسمم، وتسمم الفيتامين دي ده عايز حلقة لوحده. تاسع حاجة الأدوية، يعني الكيماوي، الإشعاعي، أو مضاد الجلطات، مضاد التشنجات، وأدوية مضاد الاكتئاب. ودي مهمة جدا لأن في ناس كتيرة جدا بتاخد مضاد اكتئاب ومش عارفة يا شعرها بيقع ليه. في الآخر عايز أسألك سؤال، أنت عندك كام سبب من ال12؟